ايه الفرص والابواب اللي ممكن تتفتح لي لما اخد شهادة البي ام بي يعني؟ تمام. في اغلب الناس اللي بيكونوا بي ام بي سيرتيفايد بيكونوا اكتر في المجال اللي هو بتاع المقاولات. ممكن مثلا المهندسين المدني هم اكتر ناس طبعا يعني في المجال ده. لان او في برضه حتى في الخليج في مجال المقاولات لو مهندسين في الحاجات دي. بس هل انت شهادة البي ام بي هتفيدك مثلا، او انت كفريش جراد لو خدت بي ام بي سيرتيفايد هتفتح لك كل المجالات؟ فممكن الإجابة ما تكونش 100% صح، لأ. ليه؟ لأن زي ما قلت لك أنت أصلا علشان تكون بي إم بي سيرتيفايد أنت مطلوب منك خبرة معينة بعدد شهور معين في إدارة المشاريع. هل خبرة إدارة مشاريع الكلية بتحتسب ولا لأ؟ اه بيحسبوها. يعني عادي اللي انا كنت في الكلية في student activity معين او عملت مشروع معين، هل ينفع عدد الشهور دي بتحتسب ليه او بتحتسب؟ بس يعني برضو انا بتكلم من واقع شخصي بحت، ممكن تجربة حد تاني تكون مختلفة. وارد وارد اكيد. اه ان كشخصيا فانا يعني بحبذ اكتر ان الناس تبتدي تشوف المجال بتاعها، وهل جزء إدارة المشاريع هيعرف يطبقه في المجال بتاعه او هيستخدمه في المجال بتاعه ولا لأ. انا من شوية كنت بقول ان فكرة ان انت تكون محترف في إدارة المشاريع لو استخدمت المايند سيت اللي انت اتعلمته فيها في حياتك عامة اصلا حتى لو بشكل شخصي هينفع. بس برضو لان في مثلا وظائف معينة انت مش بتحتاج فيها خالص تطبق مثلا اللي انت يكون بتسلم حاجات على طول او بتمشي بخطة معينة. في حاجات في الاقسام بتاعتنا اللي هو حتى كان ميكانيكال او في الوظائف اللي احنا بنشتغلها مش بنحتاج فيها ده. فممكن مثلا توجه الافورت بتاع الشهادة في مجال يفيد اكتر في النقطة دي. ايه هي المجالات اللي نفعتني فيها؟ الشهادة طبعا كانت بشكل شخصي علشان كنت في حتة اتعرضت ان انا اكون في اكتر من مشروع محتاجة فيه الساينس بتاع افهم بقى ابتدي ارتب بشكل منظم اكتر وبشكل ساينتفك اكتر. ادارة المشاريع بتتم ازاي بشكل بروفيشنال. علشان انا كنت R&D انجينير في الشركة، وكنت مسؤولة عن اكتر من مشروع من بدايته خالص من اول مرحلة الديزاين. فكنت مش بس البروجكت مانجر بتاع المشروع، لا كنت برضو عضو في المشروع اللي انا في جزء فيه انا بسلم برضو حاجات معينة للي بعدي. وبرجع بقى كالبوزيشن التاني اللي هو بروجكت مانجر ابتدي اشوف طب السايكل ماشية يعني ازاي او في بقيت اعمل جزء إيه. في جزء برضه مانجمنت، يعني حتى لو في شغل تكنيكال فهو برضه يظل ان في جزء مانجمنت في الشغل بتاع بالظبط، حضرتك. هو اكيد بيعلمك حاجات كتير هندخل في حتة السوفت سكيلز منها. اللي انت كبروجكت مانجر اول حاجة اصلا الصفات اللي تكون فيك ده انت بتتعلمها منه. ان طبعا الحاجات الشخصية الايثيكال اللي فيك انت اي مدير مشروع ناجح لازم يكون فيه مثلا صفة الشفافية الامانة الصدق. ممكن نتكلم على اللي دي انت ازاي. بالتفصيل، يعني دي اللي الصراحة فيها استفاضة، يعني كمان عايزين نتكلم عليها. يعني لان فيها كلام كتير، في اكتر من سؤال بعد بخصوص سوفت سكيلز يعني اس بي ام بي. بس برضو ممكن يعني نخلص بس في سؤالين بخصوص البي ام بي عشان نبقى بعد كده لجزئية السوفت سكيلز، ان هو ده تمام. بارت مهم جدا يعني. ممكن بس السؤال يا باشمهندسة، في سؤال بعد ايه معايير المشروع الناجح، وازاي اعرف ان البروجكت اللي انا بعمله ماشي صح؟ تمام. نبتدي بتاني سؤال، ازاي اعرف ان المشروع ماشي صح؟ لو انت هتتكلم بشكل بروفيشنال بحت فانت كمدير مشروع بيبص على طول قدام عينيه على حاجتين: التايم لاين بتاع المشروع والبادجت بتاعة المشروع. آه لو الاتنين ماشيين بشكل مظبوط وانت طبعا في حاجات كتير جدا بتحسب لك الحاجات دي، آه، بتبتدي تعرف ان انت مشروع التايم لاين تمام يبقى انت هتسلم في وقت تمام. طب انا سلمت في الوقت المظبوط بس ضربت البادجت بتاعة المشروع فما استفدتش حاجة، انا كده مشروعي لا ما قدرتش ان انا انفذ الخطة اللي موصوفة لي من الاول او السكوب بتاعي. ما قدرتش ان انا انفذ دوري كمدير مشروع 100% صح، لان انا في حاجة مهمة جدا اللي هي البادجت بتاعتي وقعت مني.
طيب لو انا سلمت البادجت مظبوط جدا ونفذتها جدا، بس سلمت المشروع متأخر خلاص، يعني اللانشنج بتاع البرودكت بتاعي او المشروع بتاعي كان المفروض من شهرين وفي كومبيتيتور تاني خلاص عمله، طب انا ما استفدتش حاجة، يعني انا فعلا محافظة على البادجت وكل حاجة، بس خلاص التايم لاين باظ او اتأخرت قوي. ممكن حتة اللي جواها بقى اللي هندخل، او كان السؤال الاول. ايه معايير المشروع الناجح؟ عرفت منين اللي هو مشروع ناجح؟ احنا عرفنا منين اللي هو مشروع ناجح، ان انت خلاص عرفت اللي انت منفذ مشروعك اون تايم وبالبادجت بتاعتك التمام. طب هل في مشاكل في النص؟ هو لو في مشاكل في النص، مثلا حاجة اتأخرت، حاجة باظت، مشاكل شخصية بين التيم ممبر، أكيد الحاجات دي هتأثر على التايم لاين بتاعك، وأكيد هتأثر على البادجت بتاعتك. مثال مثلا اتنين اتخانقوا مع بعض، واتنين الاتنين الماسكين الجزء ده، الاتنين سابوا الشغل ومشوا، ما أنا أكيد هعين ناس مكانهم، فالبادجت بتاعت المشروع اختلفت. بالظبط اه. فكل الحاجات دي بتأثر يعني. اعتقد يا باشمهندسة دي ممكن ميزة كمان، وجهة نظري الصراحة، فكرة ان هو از ديزاينر، فكرة التايم لاين وفكرة البادجت دي، يعني از ديزاينر اصلا أنا المفروض بهتم بيها، فاعتقد ما احنا كانش فيه نقلة اتفقنا على كبيرة. كده في الاول، اللي انت امم. انت مش درافت مان، مش بتيجي تصمم، اه اه لا انت في يعني، حاجات كتيره جدا بتطلع حواليها. فطبعا التايم لاين ده، يعني انا ديدلاين بتكلم ده على حاجه جزئيه بتجري وراك كمان، جدا. فكره انك آه، الديزاينر طيب. عندك باك جراوند في الموضوع ده، يعني انت بغض النظر طبعا عن بي ام بي وكده، بس بتكلم از ديزاينر عندك باك جراوند، فاهم فكره التايم لاين لازم، والتسليمات والبادجت، وبتحط الكوست، الحاجات دي كلها. فانا شايف ان دي برضو تمام يعني دي بالظبط. حاجه ممكن ميزه تكون عند الديزاينرز يعني. ممكن احنا اتفقنا ان البي ام بي جواها مجالات معرفية معينة، المجالات المعرفية دي انت بتطبقها، بتاخد منها الاجزاء اللي ينفع تطبقها على شغلك. جزء منها مثلا الحتة بتاعة التايم لاين دي داخلة تحت بند حاجات يعني مثلا البلان بتاعة المشروع توقيتاتها ايه، ازاي تعمل كراشنج كده. انت لو طبقت ان الديزاين اللي انت بتعمله هو ده مشروع اصلا، واعمل له مثلا جانت تشارت اللي هو مين المسؤول هيعمل ايه في الحتة دي، او انت طبقه على نفسك، هتروح لمين في الجزء ده وانت بتعمل الديزاين ده، جزء ال 2 دي drawing، بعدها السيميليشن، وبعد كده اللي انت تعمل مثلا بروتوتايب. كل الحاجات دي وكل حاجة ليها تايم لاين معين بجانت تشارت معينة. اكيد طبعا هتفرق معاك جدا كشخصية. انت لو طبقت كل الحاجات ده كستودنت على نفسك اصلا كستودنت وعلى مذاكرتك، اكيد برضو يعني هيبقى جدول من اللي بجد، مش الجدول اللي احنا بنقعد نعيده كل اه اسبوع ده. بالظبط. ايوه عارف، اللي هو الواحد بيعمله كل يوم الصبح ده، ما بيتلزمش بيه، عارف.